صالي لا فامي. المهم اول حاجه نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، بطلب من بزاف ديال الناس اللي تيتبعوني من بعد ما جيت الاسفي قالوا علاش ما نمشيش للبلاصه ديال الفخار، وانا جيت ليها. غنحاول نتكلموا عليها نديروا جوله نشوفوا شنو كاين، ومن طون غنديكم الاكبر مزهريه زائد اكبر طاجين كاين هنا في اسفي، واللي كيبينوا على اهميه ديال الصناعه التقليديه واهميه صناعه الفخار عندنا هنا في اسفي. اوكي المهم يلاه معايا باش تشوفوا كيف هذيك الحويجات اللي غادي نشوف انا ونكتشفوهم معاكم. بالنسبه لاي واحد بغى ياخذ اي حاجه ديال الفخار في هذه البلاصه، ومن كاين بزاف ديال البلايص اخرين اللي تقدروا تاخذوا منهم الفخار ديال اسفي كسوفونير اللي بقى عندكم. دونك نحاولوا نديروا شي دوره اخرى ونشوفوا مازال شي بلايص اخرين، ومن طون نديكم كي قلت لكم الاكبر مزهريه واكبر طاجين كاين هنا في اسفي. المهم للاسف اخيب حاجه هي انني كنت معول غادي نخدم حتى داك الفخار نصوروا لكم كيفاش كيتصاوب داك الشيء، ولكن للاسف ما لقيتهمش خدامين، دونك جيت شويه معطل. المره الجايه ان شاء الله نقدر نجي نجرب داك الشيء. المهم هنا جاي من البلاصه ديال الفخار يعني من باب الشعبه، وجيت لقصر السلطان لقيته مفتوح، وانا تفكرت اليوم الجمعه كيكون الدخول مجانا. نحاول نشوفوا واش بداو يخلوهم يدخلوا ولا لا. انتم شوفوا معايا بعد المدافع اللي هنا، نشوفوا واش يخلونا ندخلوا ولا لا. المهم للاسف لقيت باقيين سادين. انا نقول لكم علاش سادين دابا هاد البلاصه، علاش مسدود. كلشي كيشوف ان هاد البلاصه هادي ما بقاش كيخلوا الناس تدخل ليها. انا فكرت انه اليوم الجمعه وبان لي الباب محلول انه حال الليل، حيت نهار الجمعه كيكون الدخول مجاني كيبقاو الباب مفتوحين. الا هو للاسف تفاجأت بانه ممنوع يدخل لتحت، ولكن غادي نعاود نرجع باش غادي ندخل، لانني هضرت معاهم عطاوني قالوا لي ادخل ولكن غير لتحت ويرا خفيفه وهكا. قلت لكم السبب اللي كيخلي المتحف مسدود او بيرو عرب مسدود هو انه كيتسناو تعطى اوتوريزاسيون ديال الترميم، لانه خصو يترمم لان فيه خطر، ولا دخل شي حد تقدر لا قدر الله توقع شي حاجه، يتصاب شي واحد طيح ليه شي حاجه، داكشي في خطر. هذاك الشيء علاش مانعين الدخول تماك، ولكن غادي نرجع وغادي ندخل ان شاء الله وغنصور لكم. ولا تأسفن على غدر الزمان فلطالما رقصت على جثث الكلاب أسود. هذا المهم هذه القولة نقولها على اسفي لانه مدينة تاريخية وغادي كترجع باللور. داكشي علاش قلت لكم لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. دوماج. بحاليا انا وصلت للبلاصه فين كاين الطاجين، اكبر طاجين في اسفي، دونك غنحاول نصوروا لكم لانه حاليا كيتم الترميم ديالو. صراحه هذه احسن حاجه نفقت لها الخبر وعجبتني، وانه غيتم الترميم ديال ديك الطاجين، لانه صراحه بعد غياب طويل، لانه خصو كل عام على الاقل كل عامين ولا 3 سنين يتعاود يترمم باش انه يبقى محافظ على الجماليه ديالو ديال مدينه اسفي. المهم هذا هو طاجين ديال اسفي. هانتوما دابا حاليا كي قلت لكم كيتم الترميم ديالو، نظرا الى انه مؤخرا ملي كان هذيك الاحتفالات ديال الفوز ديال المنتخب الوطني كانوا طلعوا فوق منه، فهمتي، بقاو كيدردكوا فوق منه، زائد انه حتى مع الشتاء تعرض لشويه ديال الهشاشه، فهمتي، والصدى، وداك الشيء اللي شكل انه خلاه بحال بدا كيرشد. دونك المهم نتوما كاملين كتعرفوا انني عندي غير على مدينتي وعلى مدينه اسفي، وكنبغيها ديال بصح، زائد انني خرجت باش نصور فلوق نهضر على الفخار. جات الفرصه باش انني نهضر على الطاجين ديال اسفي اللي تعرض لهشاشه مؤخرا بزاف، والحمد لله دابا كيتم الترميم ديالو، وهذه الحاجه اللي عجباتني منين جيت شفتو كيترمم. لان شوفوا الصوره، شوف معايا هذه الصوره هذه، يعني شوفوا كيفاش شفتو منين كنت في الرباط، وصلتني هذه التصويره وبقى فيا الحال بزاف وهضرت عليه. دونك الحمد لله جيت لقيتهم دابا كيصايبوا فيه، ان شاء الله نتمنى نشوفوا
احسن من كي كان، وانه يبقى محافظين على الجماليه ديالو. هو كان ديجا شويه معرض للصدى بحكم الشتاء، وبحكم ان هاد الغطايه اللي الفوق مصيبه من القصدير، داكشي علاش هو بحال رشات. وكان في الماتش ديال المنتخب المغربي فاش كان تاهل كانوا طلعوا فوق منه الناس وكيبقاو يدردكوا هكا، وداكشي علاش هبط. المهم نتمنى انه يترمم، ونتمنى انه ما تعاودش هذه المساله ديال انهم يطلعوا فوق منه ويبقاو يدردكوا فوق منه، لانه حاولوا نحافظوا على بحال هاد الحويجات هادو. هذا ماشي هو موضوعنا، انا موضوعي هو انني ندير لكم جوله على الفخار. باقي عندنا واحد البلاصه اخرى غنمشيو نشوفوها، واللي هي اكبر مزهريه ثاني كاينه في اسفي ديال الفخار. ومن هنا وتما كنحبس الفلوق ديالي، اجيو معايا باش تشوفوها. وقبل ما نمشي بعدا خصني ندير لكم بعدا واحد الدويره بحال ما هكا. هذا قصر العماله، هذه البلديه، هذا مسجد السنه، وهذا الطاجين ديالنا، وهذه واحد التصويره هنا كتعجبني بزاف صراحه، جات واعره. اوب، وهذه هي العماله، كنسموها حنا العماله. دونك هذا احسن بلاصه هي كتعجبني، ونتمنى انه يتم الترميم ديالها وتعطى واحد الاهميه وما يفرطوش فيها. ومن اكبر طاجين غنجيبكم الاكبر مزهريه، وهي هذه المزهريه ديال الفخار اللي تميزت بها مدينه اسفي. كما كتشوفوا الشكل ديالها والحجم ديالها قداش. ومن هنا فين غادي نسالي الفيديو ديالي من ورايا كتشوفوا اكبر فاز كاين. دونك كي قلت لكم مدينه اسفي معروفه بالفخار، وهادو هما البلايص اللي فيهم فخار. كاين بزاف البلايص اخرين تهموا فيهم الفخار، للاسف ما قدرتش نتسارى فيهم كاملين. والحاجه اللي بزاف بقى فيها الحال ما درتهاش، وانا كنت باغي نعيشكم ديك التجربه ديال الصناعه ديال الخزف، ولكن ما كتبش. ممكن نهايه الفيديو بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم ليا، شكرا على التشجيعات ديالكم والدعم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم على احسن ما يرام ان شاء الله. نشوفوا فيديو اخر هذه المره، علاش لا نتوما اللي تخليو كومونتير البلاصه اللي بغيتوني نمشي ليها وتشوفوها، سواء هنا في اسفي سواء في مدينه اخرى. تحياتي لكم، تهلاو.